شو اللي يخلي الشخص يمشي من المغرب للهند؟ تعرفون كيف الألم؟ والبداية فهداية. اليوم بكلمكم عن ابن بطوطة اللي قرر يسافر للحج سنة 1325، بس الظاهر إنه نسي طريق الرجعة، وبعدين قرر يلف العالم بأكمله. 29 سنة سفر أكثر من 40 دولة، وكل ما شاف شيء عجيب قال بكتب هذا بدفتري، وصار كتابة موسوعة. بس هو ليش سافر؟ عشان يهرب مكان بعيد، أو عشان كان عنده أعداء، أو عشان كان بيستكشف العالم أصلا؟ مثلا أنا أحيانا أبطل جوجل مابس أتخيل نفسي أسير دولة، مثلا أتمنى أني أسير اليابان آكل الرامن، أو أحيانا أتمنى أني أقدر أسير إيطاليا عشان آكل البيتزا الشهية واللي فيها جبن وايد. يمكن ابن بطوطة كان يتخيل مثلي، بس قرر انه يسافر ويشوف بعيونه، وقال رأيت من العجائب ما لم يره غيري. والدرس اللي تعلمته من ابن بطوطة ان لما نحن نسعى لشيء نحن لازم نسيره. اكتبوا لي تحت في الكومنت شو الدول اللي سافرها ابن بطوطة، وباي.